في بلاغ صادر عن السلطات المحلية بإقليم الحسيمة، أعلنت عمالة إقليم الحسيمة أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 من يوليوز الجاري. وجاء في هذا البلاغ بأنه لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 من يوليو 2017. وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار. ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. وأضاف المصدر ذاته أنه تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي، فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام ظهير 15 من نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه لا سيما الفصل 12 منه. وفضلا عن ذلك يضيف البلاغ فإن الفعاليات وما يطلق عليها بالتنسيقيات التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 11 من ظهير التجمعات العمومية الذي خول هذا الحق على سبيل الحصر للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية. من جهة أخرى سجل البلاغ أنه بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لا سيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي. وخلص البلاغ إلى أنه إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تثري الممارسة الديمقراطية وتدعم مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.